على وقع تصفيق الجماهير في البرنابيو، دخل ريال مدريد مباراته أمام فياريال وهو يدرك تماما أن الفوز وحده كفيل بخطف الصدارة المؤقتة. وبرغم صعوبة الخصم الذي يحتل المركز الثالث، إلا أن الميرينغي فرض شخصيته مبكرا وسيطر على إيقاع اللعب، حتى جاءت الانطلاقة الحقيقية بتوقيع فينيسيوس جونيور بعد لمحة مهارية مميزة وضع بها فريقه في المقدمة ليترجم أفضلية الريال في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني واصل البرازيلي تألقه وأضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء بعد أن تسبب بنفسه في الخطأ. فياريال حاول العودة ونجح في تقليص الفارق في لحظة شرود دفاعي، لكن كلمة الختام كانت للملكي بتمريرة ساحرة من البديل دياز إلى كيليان الذي أودعها الشباك بثقة كبيرة. فوز جديد يعيد ريال مدريد للواجهة ويمنحه الصدارة المؤقتة، بانتظار ما سيفعله برشلونة غدا.